500,000 يورو في اليوم الواحد. إليكم تفاصيل عقد كريستيانو رونالدو مع النصر. في صفقة هي الأكبر في تاريخ كرة القدم، تصدر نادي النصر السعودي الواجهة بإتمام التعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الصفقة التي تعد قنبلة من العيار الثقيل في الدوري السعودي، والتي جعلت نادي النصر يتصدر الترند عالميا بسرعة البرق. ستربط كريستيانو رونالدو بعقد ممتد على 2.5 عام في دوري روشن السعودي، وذلك بعد أن أصبح الدون لاعبا حرا بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي مؤخرا. ووفقا لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، قدم نادي النصر عرضا هو الأكبر في تاريخ كرة القدم من أجل ضم الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا كريستيانو رونالدو، وتبلغ قيمة هذا العقد وفق الصحيفة الإسبانية التي كانت قد انفردت سابقا بالخبر 500 مليون يورو، من ضمنهم الراتب والحوافز. ومن المتوقع أن يتقاضى كريستيانو الذي سيدخل عامه 38 خلال أيام راتبا سنويا مع النصر يقدر ب200 مليون يورو. لكن لماذا اختار كريستيانو وجهة الدوري السعودي كمحطة أخيرة في مسيرته المكللة بالإنجازات الفردية والجماعية؟ هو سؤال بالتأكيد تبادر إلى أذهان الجميع. في معرض شرحها لتفاصيل الانتقال، ذكرت الماركة أن كريستيانو رونالدو اختار الانتقال إلى الدوري السعودي بسبب رفض أندية أوروبا تقديم راتب يناسب مكانته، وأن الدوري الوحيد الذي قدم عرضا قريبا من العرض السعودي كان الدوري الأمريكي، لكنه لم يتمكن من مقارعته أو التفوق عليه. كما أن الدون سيكون سفيرا لملف استضافة المملكة العربية السعودية كأس العالم 2030. وأضافت الماركة أن كريستيانو كان في تواصل مع إدارة النصر خلال كأس العالم في قطر، لكن القرار لم يكن قد اتخذ نهائيا من قبله. لكن بعد عودته من معسكر البرتغال إلى منزله في مدريد، تطورت المفاوضات بين الطرفين وباتت أقرب إلى التوقيع الرسمي، ليصبح اللاعب أقرب من أي وقت لجني راتب نصف مليار يورو في موسمين، ما يعني أنه سيتقاضى في الشهر 16 مليون يورو ونصف، وفي الأسبوع 4 ملايين يورو، وفي اليوم الواحد نصف مليون يورو، وفي الساعة الواحدة 20,000 يورو. وفي الوقت الذي شاهدت به هذا الفيديو سيكون كريستيانو قد تقاضى من إدارة النصر أكثر من 1000 يورو.